اهلا بيكم في تجربة سناكس السعودية. جبنا بقى سناكس كتيرة جدا جدا جدا. حاولت اجمع كده من الفيديوهات اللي على اليوتيوب ايه السناكس اللي مشهورة بيها السعودية ونجربها. وطبعا لو سمحتي لو في سناكس انتوا مش شايفينها في الفيديو لازم اجربها اكتبوها لي في الكومنتس عشان اجيبها والحق اجربها. احنا جربنا شوية منتجات كده من لوزين على سانتوب، على شوية حاجات يعني مشهورة او معروفة من زمان، وهقول رأيي فيها. بصراحة هي في الأول وفي الآخر برضو ذوق شخصي. نبتدي بقى بأول حاجة، هو بسكوت الهيل أو بسكوت بالحبهان. أيوة، بسكوت بالحبهان. أنا من الأشخاص اللي هم لو جت الحبهانية في الشوربة بتاعتي ببسط، فطبعا اللي بيقشعروا من الحبهان يبعدوا خالص عن أي حد معاه باكل بسكوت ده. طبعا ما ينفعش كده سادة. جبت بقى القهوة المحوجة بتاعتي وابتديت أجرب. البسكوتاية حلوة ماسكة نفسها كده ومتحمشة كويس، فخدت كده قطمة لقيت طعمها حلو قوي 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 قوي، بجد فظيعة. طعم الهيل مش اوفر طبعا، والبسكوتاية مش مسكرة قوي، فده يعتبر بسكوت للكبار شوية كده او لاصحاب المزاج الرايق مع كوباية القهوة كده. كانت فظيعة بجد، يا رب ينزلوها في مصر لانه عجبني جدا جدا، خصوصا مع فنجان القهوة المحوج بيبقى تحفة. نيجي بقى للعصاير. انا جربت لقيت لفت نظري ان في ليمون نعناع وفي كيوي ليمون نعناع وفي فواكه استوائية. الازاز صغيرة قوي فعجبني شكلها، قلت اجربها. اول حاجة، اول ماركة اللي هي نادا وندى، وتاني ماركة اللي هم الاتنين التانيين دول اسمهم نادك. جربت بقى اول واحد اللي هو ماركة ندى ليمون نعناع. كان ساقع وريفريشنج وجميل، بس هو ناقصه حاجة صغيرة قوي، ناقصه ليمون ونعناع. يعني هو تقريبا مية ومدينها همسة ليمون ونعناع. هو محتاج بس يتقل شوية ويبقى زي الفل، انما طعمه خفيف قوي، طعمه اقرب للمية يا جماعة. بس هو ريفريشنج، هو حلو، بس محتاج يبقى تقيل شوية. دخلنا بقى بعد كده على النادك، عصير نادك كيوي ليمون نعناع. مكتوب عليه انه مش مضاف عليه سكر، وده شيء كويس. طعمه فعلا مش مسكر قوي، بس مسكر عن الليمون نعناع. بس برضو طعم الليمون والنعناع مش واضح، يعني في طعم كيوي ومش طعم طبيعي، ما عجبنيش. ده الفواكه الاستوائية برضو. العصير خفيف قوي، مش عارفة ليه. يعني حتى الاناناس، هو الاناناس الطاغي، بس طعمه خفيف قوي قوي، برضو ما عجبنيش. نيجي بقى نخش على التقيل، سانتوب. طبعا الناس انا كنت شايفه ان هو اوفر ريتد قوي، يعني ايه يعني عصير برتقال؟ بس بجد لما دقته اكتشفت ان هو فظيع جدا. طعمه حلو قوي 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 قوي. انا مش من هواة اصلا عصير البرتقال وكده، بس طعمه طبيعي، يعني كأنك بتشرب من قلب البرتقالة. لا بجد طعمه حلو قوي، وهو ده اندر ريتد بجد. يعني لو في ريتنج ممكن نديله 1,000,000 من 10. مراعي حليب بالتمر ما كنتش متحمسه له قوي، بس لما دقته لقيته فظيع قوي، حلو. طعمه عامل زي المعمول. اللبن نفسه فيه طعم حاجة زي البسكوت أو الفانيليا، وطعمه مش مسكر اوفر، بس طعمه جميل جدا. بعد كده بقى دخلنا على منتجات لوزين. دخلنا على تصبيرة التفاح والقرفة اللي قلب الدنيا. قطعت كده من النص عشان اشوف الفيلينج ايه. اول ما فتحت الحشوة كده في ريحة انا عارفاها، هبت عليا. ولما دقتها برضو حسيت ان طعم حاجة فاميليار، بس مش عارفة ايه هي. ولا مش طعم الابل باي بتاعت ماكدونالدز. بعد كده ادركت في اخر قطمة خالص ان ده طعمه هوت سيدر. طعمه هوت سيدر، بس طعمه مظبوط قوي. مش مسكر اوفر، واللي ما بيحبوش القرفة مش هيجزعوا من القرفة، مش اوفر ويلمنج على الكلام. جربت برضو تصبيرة لوزين الأجبان التلاتة. اكتشفت وانا بقلب في العبوة كده ان احنا ممكن نفتح العبوة ونسخنها في الميكرويف 20 ثانية، فقلت اجرب بقى ناكلها سخنة. كانت المفاجأة ان لما بتسخنوها في الميكرويف طعمها بيبقى فريش قوي، بغض النظر عن تاريخ انتاجها. طعمها اقرب حاجة، عارف لما تجيب باتيه من بيكري نضيف قوي في مصر، هي طعمها كده. بس هي كشكل هم قصدهم فطيرة، لان بصوا العجينة عاملة لايرز كده زي الفطير، بس هي طبعا طعمها عامل زي الباتيه. الفيلنج باظظ خالص، لاخونا باظظ خالص اللي في مصر. ده فيلنج باظظ خالص. الجبنة طعمها حلو قوي، بس هي جبنتين بس، في حاجة على الوش والجبنة اللي في النص دي طعمها حلو ومش مالحة قوي،
تحفة بصراحة. جربت برضو تصبيرة لوزين اللي بالشوكولاتة، بس ما عجبتنيش، يعني جربتها باردة وسخنة بصراحة ما عجبتنيش. يعني اللي عجبني طعم العجينة نفسه، انما طعم الفيلنج ما عجبنيش خالص. بس اتس اوكي، هي اذواق برضو، يعني ممكن طعمها كاكاو قوي، مش عارفة، ما عجبنيش. اللبان ده مش سعودي ولا حاجة، بس اللي لفت نظري ان طعمه شبه شاور جل الفا اللي بالخوخ. فاكرين في شاور جل زمان بالخوخ كده فا؟ ده اللبان ده تحس ان بقك ساقع قوي، بس تحس انك قلبت ازازة الشاور جل في بقك. طعمه غريب قوي يعني. نخش بقى في المهم على طول. جبنا بيوجلز او بيوكلز، مش عارفة، ما علينا. وهنا الكونو بيسمونا طرابيش. جبتها بجبنة ناتشوز طبعا، طعمها كان تحفة قوي، كان متغرق كده في الفليفر، مش حادق بس طعمه حلو قوي قوي وعجبني. هنا سأسكت قليلا. فيتوس لولبي او تويستد، انا ملقتش اللي هو السوبر كرانشي بالجبنة خالص خالص، مش لاقياه، فجبت ده. قلت يلا بقى حاجة بافت، انا محبش الباف ده اصلا. بصوا هي حجمها كبير قوي اصلا مقارنة مع العبوة، بس طلع طعمها روعة، طعمها فظيع، طعمها بجد شبه حاجة في مصر احنا كنا بناكلها زمان، انا مش عارفة ايه هي، بس هي طعمها حلو قوي قوي قوي. ده نديله 1,000,000/10. جربنا برضو اللوزين كاب كيك فانيليا سادة ومحشية فراولة. الفانيليا ما عجبتنيش بصراحة، قلت اجرب اللي بالفراولة بس برضو ما عجبتنيش. طعمها عامل زي اللي بالفانيليا بالظبط. هي مشكلتها مش مواد حافظة وكده، هي طعم الفانيليا نفسه في طعم فانيليا كده بيبقى صناعي شوية، هما تقريبا عاملين الكيك بيه. بس حلوة كفكرة للأعياد الميلاد وكده، ممكن تحط شوية فروستنج وصباح الفل بقت عندكم أحلى كاب كيك. هي هشة قوي والقوام بتاعها حلو قوي بجد، بس هي مسكرة اوفر، وطعم الفانيليا مش أكتر حاجة طبيعية. والفراولة برضو الحشوة بتاعتها برضو مش مربى طبيعية. بس الأطفال الصغيرة أساسا بيحبوا الحاجات دي، ممكن تستغلوها في لانش بوكس أو أعياد الميلاد، تحطوا شوية فروستنج وخلاص، شكرا بقى عندكم كاب كيك. هنا الليز بقى. أنا أساسا كنت بحب الليز من ساعة ما كان بينزل في مصر. الكلام ده مش للأطفال طبعا، الكلام ده للناس الكبيرة اللي زي الكلام ده في قبل الألفينات. كان عندنا ليز والله في مصر، وكان طعمه جميل قوي، كنت بحبه قوي. اول ما جيت طبعا السعوديه قلت لهم انا عايزه ليز. جربت اللي بالملح وجربت اللي بالجبنه الفرنسيه. اللي بالملح تحسوهم زايد شويه، بس طعم البطاطس والزيت نضيف طبعا، ما عندهمش حتى البطاطسايه المحروقه في كيس الشيبسي ده اللي بتحسسك بالتميز. يلا ربنا ما بيديش كل حاجه. بس بجد بقى طعم الليز اللي هو الجبنه الفرنسيه، هو طعمه عامل الفليفر نفسه عامل زي الجبنه المتبله، بس ما فيش طعم البصل الجازع اللي في الشيبسي بتاع مصر. طعمه حلو قوي، واللي بالجبنه الفرنسيه مش مزايد خالص، والفليفر حاطين فليفر بضمير. يعني بصوا منظر الشيبسيه عامل ازاي، في فليفر في كل واحده لاخر واحده. طعمه فظيع قوي، ويا رب يا رب يا رب يرجع لمصر لاني بحبه قوي. جربت برضو البوزو اللي هو سان رينجز. البوزو ده غريب جدا ان هو فيه نوستالجيا عليه كتير قوي، الناس بتاكله من زمان، بس هو ماليزي. وفي حاجة تانية، ان الكيس ما بيتفتحش، حاولت افتحه بجد 50 مرة وفرقعه حتى مفيش. طلعوا عاملينه بالتوستاية بقى عشان اهل البلد بس هم اللي يعرفوا يفتحوه، طلع بيتفتح من تحت يا جماعة، يبقى عليك والله. ما علينا بقى، كيس صغير قوي بس هو مليان على اخره طبعا. رينجز دي طعمها مش مزايد خالص، بصوا حلوة قوي، الفليفر بتاعه حلو قوي، والذرة نفسه حلو نافش كده، مش عارفه اوصف، مش فاضي من جوه، مش زي البوزوهات الرخيصه، لا طعمه حلو قوي، بس مسكر شويه. يعني بيحب السكر مع الحاجات الحادقه تمام، انما لما يحبش السكر مع الحاجات الحادقه سويت اند ساور كده ما يقربش ناحيته. بس هو طعمه حلو قوي، عجبني جدا. الويفر ده برضو شكله عجبني، وطلع تركي، بس شكله ناشف كده والفيلينج بتاعه كتير، فقلنا نجربه. فتحناه بقى كده لقيت الويفر فعلا ماسك نفسه، والفيلينج اكتر من البسكوت نفسه. لما دقته بقى طعمه حلو قوي 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 قوي،
الشوكولاتة اللي من جوه دي طعمها خطير بجد، مع ان سعره مش كتير، كان تقريبا بريال او باتنين ريال حاجة كده، بس كان حلو قوي بجد. جربت برضو الرينجو اللي هو الويفر، صوابع الويفر. انا بحب اصلا الويفر فينجرز دي بكريمة البندق وشوكولاتة، بس ما عجبتنيش خالص. يعني حسيت ان فيها طعم بيض ده اولا، وثانيا طعم كل حاجة صناعي بشكل اوفر، يعني مش عارفة ليه، مع ان يعني ده ويفر. ما علينا بقى، ما عجبنيش ده خالص بصراحة، ما ريكومندوش. رحنا بقى سوبر ماركت او هايبر هناك مشهور اسمه الدانوب، لقيناه عامل عروض 7 ريال على كل الحاجات المستوردة، حلويات مستوردة كتير قوي عليها 7 عروض ب7 ريال. فجبنا كذا حاجة كده قلنا نجربها. اول حاجة هجربها هي الكيرلي ويرلي بتاعت كابري. معرفش، انا فتحت لقيت حاجات رفيعة كده 5 وحدات رفيعة، هي دي شكلها من جوه. انا اول مرة اجربها برضو. هي عبارة عن كراميل، الكراميل الناشف بتاع تويكس بس انشف كمان، وعليه طبقة رفيعة خالص من الشوكولاتة. اللي بيحبوا الكراميل زي حالاتي كده هيحبوا الكيرلي ويرلي، اللي ما بيحبوش لا طبعا. برضو جربنا نسلة مانشيز. المانشيز ده طلع طعمه حلو قوي، بس الكيس منه للشوكولاتة على طول، بس الشوكولاتة طعمها فانسي قوي، يعني تقريبا طعمها فانسي. هي شوكولاتة وكراميل، وفي النص كده في بسكوتة مملحة وناشفة، بتقضي بقى على السكر الاوفر بتاع الكراميل والشوكولاتة. طعمها حلو قوي ومتوازن قوي، هتعجبكم. جبنا برضو شوية كاندي كده، انا جبت ده لاني بحبه قوي، وجبت جيلي كولا اللي هو كولا باتلز برضو بحبها. جربت الستروبري اند كريم دريم. هي بتبقى شبه المارشميلو شوية، ما بين المارشميلو والجيلي كولا او الجامي بيرز، بس طعمها كان اوفر، سكر اوفر قوي، ما كانش فظيع قوي زي اللي بيتباع في الستورز بتاعت الكاندي، فلا ما كانتش حلوة. انما الكوكاكولا الجيلي كولا او الكولا باتلز، بصوا الازازة متربية على الخير ازاي، كان طعمها حلو قوي بجد. طبعا معروف ان احنا بنقطم الغطا الاول وبعد كده بنشرب الازازة زي ما كنا بنعمل في التسعينات. طعمه حلو قوي زي بتاع التسعينات بجد، طعمه حلو. جبنا برضو شوكولاتة اديكتو. انا لقيت الفستق كده شكله بصحته كده وبخيره، قلت اما اجيبه، طلعت تركي برضو. بس لا، كان في نوع تركي في تركيا نفسه، لو تشوفوا الفيديو بتاع اسطنبول، سناكس بتاعت اسطنبول، كان احسن. هي دي طعمها مش وحش بس مش فظيع. جبنا شوكولاتة شكلها عجبنا كده، اسمها كريف، طلعت من انتاج الغندور، وطعمها بجد تحفة، رخيصة جدا وطعمها تحفة. الفيلنج فيه بندق، طعمه صابح جدا. واخر حاجة هنا معانا الريد، ده بسكوت مملح، حلو قوي بجد، طعمه فظيع ومحمر كويس كده، بصوا محمرينه كويس، والبسكوتة ماسكة نفسها مش بتفرفت، والملح مظبوط فيها قوي بجد، قمر. ده من اكتر حاجات اللي عجبتني. بس كده خلاص، فيديو النهارده خلص. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على قناه اليوتيوب فيريفايد ريسيبي وصفه متجربه، وتنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على الانستجرام والفيسبوك، هسيب لكم كل اللينكات في الديسكريبشن، علشان هنعمل بارت 2 للسناكس بتاعت السعوديه، وكمان المطاعم من اولهم طبعا مطعم البيك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.